كيفاش غادي تولي الصحراء عندها حكومه ديالها وبوليس محلي خاص بها؟ تبع معايا باش تفهم. المغرب اقترح الحكم الذاتي طبعا سنه 2007، وقليل اللي فهم شنو هذا الحكم الذاتي. الحكم الذاتي بكل بساطه هو على ان الناس اللي ساكنين في الصحراء لا يبقاو ينتخبوا برلمان جهوي ديالهم، هذا البرلمان هو اللي غادي يختار رئيس الحكومة الجهوية، وهذا الرئيس غادي يكون عنده وزراء محليين وكل واحد مكلف بقطاع معين، مثلا التعليم، الصحة، الثقافة، التجهيز. نعطيكم مثال: وزير التعليم في حكومة الصحراء الجهوية غادي يكون مسؤول عن المدارس والثانويات ديال الجهة، يعني ما غاديش يبقى يستنى القرار من الرباط. نفس الشيء بالنسبه لوزير الصحه، هو الذي غادي يقرر اين تبنى هذه المستشفيات، اش خاص هذه المستشفيات، شنو الامراض اللي كاينه في هذه الجهه، شنو الاختصاصات اللي خاصها تكون في منطقه الحكم الذاتي. نفس الشيء ايضا بالنسبه الميزانيه اللي غادي تكون في الجهه، واللي غادي تكون عندها ميزانيه خاصه غادي تجمع من الضرائب، طبعا بتنسيق مع المركز، وغادي يكون هناك تعاون وتكامل ما بين المركز وما بين هذه الجهة. بالنسبة للأمن فموضوع مهم بزاف، وهذا الموضوع طبعا غادي يكون فيه نقاش، لأنه غادي تكون عندنا شرطة محلية حسب النقاش اللي غادي يتوصلوا له الأطراف المعنية بتطبيق هذا الحكم الذاتي. وغادي تكون هذه الشرطة هذه متكلفة بالمشاكل ديال المواطنين البسيطة بحال السير والجولان وحماية المؤسسات، لكن في القضايا الكبيرة بحال الإرهاب، بحال التهريب، بحال الأمن الوطني بصفة عامة غادي يبقى تابع للدولة المركزية، يعني البوليس المحلي خدام تحت السلطة المحلية وتابع للمؤسسات الأمنية المركزية. الدولة المغربية غادي يبقى عندها طبعا هذه مظاهر السيادة، طبعا كاين العلم وكاين الدفاع وكاين الجيش وكاين الأمن الوطني وكاين القضاء وكاين العلاقات الخارجية وكاين العملة وكاين إمارة المؤمنين. هذه مظاهر السيادة. هذا الحكم الذاتي كامل غادي يكون في إطار السيادة المغربية باش نكونوا فاهمين وواعيين بالامور. يعني الصحراء غادي او الصحراويين اللي تحت الحكم الذاتي غادي يكون عندهم حريه التسيير اليومي للقضايا ديالهم، وغادي يباشروا التنميه الجهويه ديالهم هما كصحراويين داخل الاقاليم اللي خاضعه للحكم الذاتي. طبعا المغرب الا بغينا نتكلموا ليس الدوله الوحيده التي طبقت الحكم الذاتي، هناك مجموعه من الدول، اسبانيا، ايطاليا، بريطانيا، الصين، غيرها من الدول التي طبقت هذا الحكم الذاتي. احنا غادي نشوفوا النموذج الاقرب الى البلاد ديالنا، وطبعا لكل دولة خصوصيتها، ونحن خاص تكون عندنا خصوصية خاصة بنا كمغاربة، ونعرفوا اش غادي نعطوا واش غادي نخلوا، وهذا نقاش سابق لأوانه. احنا طرحنا فقط أرضية للنقاش شنو هو هذا الحكم الذاتي باش نتصوروه، باش نأكد لكم على أن هذا الحكم الذاتي، ونقول للإخوان ديالنا في جبهة البوليزاريو على أن هذا الحكم الذاتي هو شكل من أشكال تقرير المصير. تقرير المصير لا يعني فقط الاستقلال اللي انتم متشبتين به واللي مات اليوم ايام بعد 31 اكتوبر، مات لحد قد يتكلم عنه. الحكم الذاتي شكل من اشكال تقرير المصير في القانون الدولي، ليس فقط الاستفتاء. الاستفتاء لم نعد نتحدث عنه نهائيا لاستحالة إحصاء الصحراويين المعنيين بهذا الاستفتاء سواء داخل المنطقة وسواء في مخيمات تندوف. انتم ما بغيت تحصوهم لأنكم عارفين على أن هذه المخيمات هي خليط ماشي من الصحراويين، ولكن من الناس اللي جايه من تشاد ومن النيجر ومن مالي ومن موريتانيا، واغلبهم من الجزائر، وبالتالي هذو ما نقدوا ندخلهم يستفتوا على منطقه تنتمي لسيادتنا نحن وتنتمي لوطن نحن. اذا باش نكونوا واضحين هذا مزرعه قلتها خاصو ينقطع، وخاصنا نعرفوا على ان الحكم الذاتي شكل من اشكال تقرير المصير، خاصكم تؤمنوا به وتعرفوه وتساعدوا روسكم باش تطبقوه، لان ما لا يدرك كله لا يترك جله، وانتم دريكاتيه حتى هاد الجله لا يتخسروه. اذا الله يجازيكم بخير، غادي تدخلوا وتطبقوا هذا الحكم الذاتي الى بغيتوا، لان فيه لا غالب ولا مغلوب، والمغرب وجلاله الملك مد الايدي لكم، وبالتالي يجب ان تستجيبوا لهذه الدعوه، لان احنا راني بغيت نقول لكم بالحسانيه تندغى راهي متعارفه، ونعرفوا على انه من استحاله خلق دويله جنوب المغرب، الاستحاله استحاله. وانا عارف كصحراوي علاش هذه الاستحاله، وانتم عارفين ايضا كصحراويين هذه الاستحاله. غير انا نتكلم كصحراوي مغربي وانتم كتكلموا كصحراويين، ماكم عارفين كاع شكون انتم صحراويين مغاربه ماكم جزائريين. وتندغى نعاودها راهي متعارفه وعارفين بعضياتنا وعارفين الاستحاله وين جايه،
وعارفين علاش مولي. يا غير اللي نتكلم غادي نقول هذا الحكم الذاتي دريكات هي اللي نطرح يعني كقاعده للتفاوض، واللي بغى يطبقوا بغينا نطبقوه. شنو هي اش خاصنا نديروا؟ هذا هو السؤال المطروح اليوم. اولا اول حاجه خاصنا نديروها هو تغيير العقليات، ثاني حاجه تغيير المقاربات، ثالث حاجه تغيير الخطاب. اليوم هذا الخطاب اللي كان ينهل من مجموعه من الشتائم ومجموعه من كذا والمرتزقه واللاجئين والمحتجزين والكراغله وغيرها، هذا الخطاب خاصنا نفصلوا معاه بعد خطاب صاحب الجلاله اللي قال اخواننا. نغيروا الخطاب، لانه هذا الخطاب ديال 50 سنه اللي كنجتروه نحن كمغاربه، واللي ظهر على انه للاسف الشديد، وحنا كنتكلموا على قضيه الصحراء، ظهر على ان ياسر من المغاربه لا يعرفون القضيه بشكل جيد للاسف الشديد. لانه كما قال الدكتور ابراهيم حركات، المغاربه يصنعون التاريخ ولا يكتبونه للاسف، وتاريخ الصحراء جزء منه كبير ما هو مكتوب باش يعرفوه اولادنا ويعرفوه شبابنا ويعرفوه المواطنين ديالنا. احنا كنتكلموا ونعبروا، ولكن التاريخ ما كاتبينه. لا توجد للاسف الشديد لا افلام وثائقيه ولا افلام حقيقيه تورينا قبل 1884 ومن بعد 1884 بعد الناس تعرف لا المسيره الخضراء، يا غير ما تعرف قبل المسيره الخضراء وقبل 1884 دخول اسبانيا الى الصحراء ما كان عرفوها، ما كاتب عليها حد. للاسف الشديد ننهل دائما، كنمشوا الى بغينا نقراو التاريخ ديال الصحراء نمشوا للارشيف الاسباني ونمشوا ونلقاو الاطروحه الوحيده هي الاطروحه الانفصاليه، ما نلقاو اطروحه الوحدويه. لانه كما قال ابراهيم حركات نصنع التاريخ ولا نكتب. اليوم خاصنا نكتبوا التاريخ، اليوم خاص يكون عندنا افلام وثائقيه توعينا الجيل ديالنا. اتضح على انه كنتكلموا على القضيه الوطنيه ديالنا، كنتكلموا عليها بالشعارات، كنتكلموا عليها غير برفيد الرايه، هذا كامل زين. ولكن اذا بغينا ندافعوا عليه يجب ان نفهم عمق الاشكال الحقيقي، ويجب ان نفهم ايضا تاريخ المنطقه، لا سوسيولوجي ديال المنطقه، ثقافه البيضان، ثقافه الصحراء. هذا كله كيقربنا ويخلينا نفهموا النزاع من جذوره وشين هي اسبابه. هناك اسباب ثقافيه، هناك اسباب نفسيه، هناك اسباب سياسيه. هذه كامله خاصنا نعرفوها، ولا بغينا نعرفوها خاصها تدرس وخاصنا نشرحوا للناس. الاحزاب كلها اليوم دارت مؤتمرات ودارت ندوات ودارت خرجات ودارت، كلها هي فولكلوريه استعراضيه، ولكن ما داخلاش العمق المشكل. الاحزاب مطالبه بالتأطير، النخب السياسيه مطالبه بالتأطير، الدبلوماسيه اللي دارها جلاله الملك واللي دارتها الدوله المغربيه وصلت لنا هذه النتيجه اليوماتيه من بعد 31 اكتوبر. احنا مطالبون اليوم غير ننسجموا مع انفسنا ونغيروا هذه العقليات ونغيروا طريقه الخطاب ديالنا اللي للاسف حتى بعض المثقفين يصدرونه ويتكلموا به ويتكلموا بمصطلحات ما تلا داله ولا تلا صالحه للسياق. لان اذا كانت صالحه في سياق معين وراهي انتجت اعطابا نفسيه لدى الاخر وخلاته ما تلا يفكر كاع في المجي. اذا خاصنا نغيروا هذا الخطاب هذا ونمدوا ايدينا ونعطوا خطاب الاغراء وخطاب الطمأنه وخطاب على ان نحن اخوه، وهذوك ناس غلطوا في لحظه معينه ساعدهم السياق الدولي ديال الحرب البارده وانقسام العالم الى معسكرين غربي وشرقي، وحلموا حلم، ولكن هذا الحلم لم يعد صالحا اليوم بالنسبه لهم، ولم يعد السياق يستحمل او يتحمل هذا الحلم هذا. وبالتالي اصبح الحكم الذاتي هو الاليه الوحيده لحل هذا النزاع ولدخول اخواننا في مخيمات تندوف والحماده الى الوطن ديالهم. ثاني حاجه او رابع حاجه وخامس حاجه اللي نتكلموا عليها ملي هي على انه يجب ادماج العائدين. العائدين يجب ادماجهم في الحياه. انا ما يجيني واحد ونعطيه مثلا اللاد الراعه ونقعدوا ونعطيه الريع يجب ان نقطع معه. اليوم اللي جا خاصو يخدم، خاصو يندمج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ديالي، خاصو يحس انه وين يدخل المغرب دخل انه مغربي صحراوي يستفيد من خيرات المنطقه ويخدم وينتج مجالا معينا اللي يحمي هذا المجال، ماشي اللي نخليه له ولا تلي نستقري وما تلي نسول عنه ما تلي نلود له، لا، ونستفيد من الأطر التي دخلت والتي راكمت واحد الخبرة كبيرة في البوليزاريو وتفهم ثقافتهم وتفهم عقليتهم وتفهم كما قلت لهم تندغى راهم متعارفة وما راهم متعارفين. هذه كلها أسباب خاصها نهيئوها اليوماتية إلى بغينا ننزلوا الحكم الذاتي. أهم حاجة هي تغيير النخب وتجديد النخب، أنه هذه النخب كاملة اللي كاينة اليوماتية
أعطت وساهمت لا محالة، ولا يمكن أحد مساهمتها في بناء الوحدة ديالنا وبناء الصحراء، ولكن أيضا خاصنا حنا نتمزراو كاملين. إلا ما ساهمنا بشكل إيجابي ما نعود عقبة ولا نعود عرقلة لتطبيق الحكم الذاتي. نقطة أخرى مهمة، هذو الناس الوحدويين اللي ساندوا المغرب على مدار النزاع كامل 50 سنة ولا 60 سنة، واللي عطاو تضحيات واللي عطاو شهداء، يجب ما خاصنا نحطهم في ركنهم على الرف ونقول لهم انتم مغاربة ما فيكم شك. هذو اللي جايين هم اللي خاصنا نوجدوا لهم الحليب والتمر، اييه مرحبا وسهلا، غير ما هم لا يعودهم وحدهم اللي في الواجهه. خاص كل شيء يندمج مع بعض، وخاص الصحراوي اللي هناك والصحراوي اللي هون، المغاربه الموجودين كامل يعودوا مغاربه، وتعود قلبهم على المغرب، وتعود ماشي سيوفهم مع علي وقلوبهم مع معاويه، تعود عقولهم وسيوفهم وقلوبهم مع المغرب، ولا ينتظروا شيء من المغرب، ما ينتظروا، لانه اللي يبغي بلاده واللي يبغي وطنه يبغيه بلا مقابل وبلا مقايضة. أهم نقطة اللي نقولها هي خاصنا نتصلوا مع قضية الصحراء كأنها أصل تجاري. قضية الصحراء ما ثلاث أصل تجاري يملكه البعض دون البعض الآخر. قضية الصحراء قضية كل المغاربة، احنا معنيين بها كاملين، وإلا خلق أي حاجة نحن موجودين ومستعدين كاملين كمغاربة لتطبيق وأجراء هذا الحكم الذاتي. النخب الصحراوية المثقفة خاصة تخرج من الصمت ديالها، وخاصة تعبر عن الآراء ديالها، وخاصة تساهم في بناء مغرب موحد قوي ينطلق من الصحراء. كما قال الحسن الثاني: الخير كله ياتي من الصحراء والشر كله رحمه الله والشر كله ياتي من الصحراء. اليوم بغينا الخير فقط ياتي من الصحراء. كفانا من الشر، كفانا من التفرقة، كفانا من النزاع. هذا الشيء كامل شنو اللي أطروا؟ غادي تأطر السيادة المغربية، إمارة المؤمنين الملكية والراية ديال المغرب، وتحتها نحن مغاربة نفهموا على أنه بغينا نخدموا بلادنا، بغينا نديروا الديمقراطية داخل المجال ديالنا، بغينا نكونوا نموذج يحتذى به، بغينا نقطعوا مع ثقافة الريع، نقطعوا مع بزاف ديال الحوايج اللي تعودنا عليها، ثقافة الاتكال، ثقافة الساين، ثقافة الهمزة، ثقافة أعطي لهذا وأعطي لهذا وخلي هذا وخلي هذا. وأهم حاجة اللي بغيت نأكد عليها ونختم بها هي بناء جسور الثقة. الثقة هي أهم حاجة. ملي كنتكلم أنا كصحراوي وننتقد، راني ننتقد من أجل الوطن ديالي، ولا نحاني الوطن ديالي يعطيني شيء. وقد هذا الانتقاد اللي نتكلم خارج ياسر من الناس يقول لك: اسيدي لاش انت كنتقد؟ خليهم اسيدي يدبروا رؤوسهم، انت اللي غادي توري لهم اش غادي يديروا واش غادي يديروا. لا، هذه بلادي. ملي كنتقد ننتقد الأعطاف في تدبير الملف وقلناها، لأن ياسر من الناس ما يفهم. والدليل على ذلك على أنه بعض الناس مازالت كتعتمد على دبلوماسية الأكل. انتقلنا من دبلوماسية البسطيلة والشواء، عندنا كاع في دبلوماسية البصارة. هذا نوع من العبث. هذا الخطاب السياسي اللي عن النخب السياسية خاصه يتحيد. من اللي نقول جسور الثقة، يعني على أنه أنت تآمن وثق فيا أنا كصحراوي مغربي. احنا المغرب الصحراوي والصحراء مغربية، خاصكم تفهموها وترجعوا للتاريخ ورجعوا على 1991 باش تفهموا مجموعة من المعارك اللي ما يعرفوها كاع المغاربة، واللي دات المغرب خلاتها المغرب الصحراوي. نتحدث عن المغرب الصحراوي وليس الصحراء المغربية. غير ما بغينا نعودوا كيف قال الراجل: ما رفع صحراوي راسه من سجدة إلا واتهم بأنه انفصالية. نحن ما انفصاليين، نحن مغاربة وحدويين نناقش قضايانا وننتقي التدبير من أجل حل الملف ومن أجل تبيان الأعطاب ديالو، ماشي من أجل باش ننفصلوا. المنفصل في هذا الوطن هو اللي كياكل المال العام ديال البلاد ديالو، هو اللي كيفسد في البلاد ديالو، هو اللي كيعبث في البلاد ديالو. هذوك اللي لهيه مشاو واختاروا مصيرهم ودوزوا 50 عام في الحمادة، في البرد وفي الشتاء وفي الحمان، وعرفوا على انهم ما كلاو لا هي الحبوشي، وضريكات يا خير لهم يدخلوا تحت الراية المغربية وتحت السيادة المغربية وتحت المملكة المغربية، وهم عارفين على أنه الانفصال لم يعد لغة مقبولة في هذا العالم هذا، وأن الدول تتقوى بالوحدة ولا تتقوى بالتشتت ولا تتقوى بالانفصال. وعندهم نماذج كبيرة، وأنا ماني بغيت ندخل التفاصيل لأن التفاصيل يوجد فيها الشيطان. غير نحن رانا متعارفين ذا كامل في جهة ثانية اللي نقول على أنه أيضا الأحزاب المغربية خاصة تفصل مع هذه النخب، هذه النخب التي لا تفهم القضايا الوطنية ولا تدافع عن القضايا الكبرى ديال البلاد ديالها بلغة رزينة. النقاش السياسي خاصه يرتفع. بغينا برلمان قوي يناقش قضايا حقيقية، ما يناقش الكرش مزال
ولا يتحدث عن دبلوماسية الكرش، يتحدث عن دبلوماسية راقية بلغة راقية يفهم الآخر ويقنع الآخر. احنا خاصنا نخلقوا واحد المجال ديال النقاش السياسي اللي وين يشوفوا الآخر يعرف عنا ديمقراطية، يعرف عنا نخب قوية، يعرف عنا برلمان قوي، يعرف عنا أحزاب قوية، يعرف عنا حكومة قوية، حكومة تعود قوية، ما هي طايحة من السماء ولا طايحة من المقاولات ولا طايحة من الشركات، لا تفهم للسياسة شيء. وأنا أكاد أجزم على أن أيضا في قضية الصحراء مع استثناءات قليلة راهي ما تفهم فيها. هنيئا للدبلوماسية الملكية، هنيئا للدبلوماسية ديال وزارة الخارجية، هنيئا لكل من قدم ويقدم شرحا تفصيليا لقضايانا الوطنية ولقضيتنا قضية الصحراء، ولكن بلغة راقية بخطاب راقي يفهمه الآخر، يبشر ولا ينفر. راني قلتها لكم ذاك النهار ونعاودها، الناس راهي الكلام الزين يمشي في الدين، إلا ما قديت كل كلمة زينة غير بلا ما تلي تتكلم، لأنه كنقولها وكنأكدها اليوم ذاك الكلام اللي كنا نفروا به إخواننا لهيه اليوم خاصنا نحاولوا نجيبوهم بمجموعة من المغريات. المغريات هي ديمقراطية المجال، هي القطع مع ثقافة الريع، هي تجديد النخب، هي تغيير العقليات، هي تغيير المقاربات، هي بناء جسور الثقة، هي الثيق في المواطن وفي الإنسان الصحراوي أنه جزء من المملكة المغربية. نختلفوا في التصورات، نختلفوا بمجموعة من القضايا، ولكن نتفق تحت سقف واحد: الله، الوطن، الملك. ما عدا ذلك كله نقدروا نناقشوا السياسات العمومية، نناقشوا الأعطاب ديالنا، نقولوا كل شيء ونتكلموا بكل حرية وديمقراطية. هذا هو اللي يخلي الآخرين يجوا ويعرفوا على أنهم جايين الوطن فيه ديمقراطية حقيقية، فيه مجموعة من الأمور التي تغري بالبقاء. لأنه إذا ما قارنا بين المغرب والجزائر غادي نلقاو على أنها مسافة زمنية ضوئية كبيرة تفصل بينهم، مع الاحترام طبعا للشعب الجزائري. نتحدث عن النظام الجزائري، لا أتحدث عن الشعب. هذا الشقيق وهذا الجار، وجارك ما تقد تحيده، هذه ما يدار تقد تبيعها، هذه جغرافية ثابتة في التاريخ يجب أن نحترمها ونحترم ثقافته ونحترم تاريخه. ولكن كنقولوا هذوك الاخرين ارفعوا يدكم عن اخواننا الصحراويين في مخيمات تندوف، وكنقولوا للصحراويين امتلكوا الشجاعه وامتلكوا الاستقلاليه ديال القرار، وعبروا لمره واحده عن القرار ديالكم، لانه راهي الاسطوره انتهت ديالكم، الحلم اللي انتم واقفين عليه راه انتهى. رمضان قال له بوك فاش خدام، قال له نفار، قال له رمضان راه وفى، حتى انتم دار وفى. مات الخالق وخيلكم الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. وسنعود لشرح مجموعة من التفاصيل، نحن أعطيناكم بعض النقط فقط ولا زال للحديث بقية. تحياتي لكم والسلام عليكم. كيفاش غادي تولي